السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ده الفيديو التاني من فيديو الحلويات اللي احنا كنا عملناه مجمع مع بعض، لان كانت زي ما انتم شايفين كنت عامله كميه كبيره، اكبر من الكميات اللي انتم شايفينها ديت. ماشي. المهم جبت 250 جرام من البسكوت الساده، زي ما انت شايفه اي نوع بسكوت انت حباه، وضربتهم في الكبه زي ما انت شايفه كده ونعمتهم. ماشي. تاني خطوه هنعملها اللي هي الكريم شانتيه، هنحضره دايما تحضريه جنبك وتحطيه عندك في الثلاجه. ماشي. عندنا كوبايه من كريم شانتيه وكوبايه كريم باستري وكوبايه من السكر البودره، تمام كده، وكوبايه ونص من الميه التلج تكون متلجه، تكون مجهزاها. يعني انا ببقى دايما محطاها في الفريزر ومجهزاها. ماشي. وببقى عندي طبعا مجهزه يا اما جبنه كيري يا اما كريمه لباني، الاثنين بيقضوا نفس الغرض، ولكن حاجه من الاثنين تبقى موجوده. تمام. اخدمي شغلك عشان يطلع طعمه حلو. تمام كده. المهم بدانا ان احنا نجهز كده ونضرب الكريمه بتاعتنا ونجهزها علشان تبقى جاهزه معانا للحشو. تمام كده. حطينا الجبنه عليها اهي زي ما انت شايفه كده. ما عنديش كريمه لباني ومحدش نزل يجيب لي النهارده، فاضطريت اجيب الجبنه دي. هي غاليه شويه ولكن هي حلوه، بتدي طعم تحفه تحفه في التشيز كيك يا جماعه. بتبقى حلوه قوي 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 يعني فعلا، يعني انا بحبها جدا. هتديكي طعم خرافه لو انت بتعملي اوردرات او بتعملي شغل بره، هتعمل معاكي شغل حلو قوي. هنا انا زودت كريمه تاني لان حسيت ان هي كانت قليله، زودتها عشان تبقى حلوه. بصوا بقى المره بعمل ازاي. المهم جبت الزبده، حوالي 8 كيلو زبده على كميه البسكوت اللي احنا قلنا عليها، ومزوده عليها معلقه كمان بحيث يطلع مندي كده وطري معايا، ما يطلعش ناشف ويبقى مفرول معاكي. بصي اعمليه بايدك بقى كده. بصي هيطلع معاك انا عامله ازاي. بصي ما تقعش منك وتفرول. تمام. المهم جبت العلب بتاعتنا المثلثات وبدات ان انا احط فيها البسكوت زي ما انت شايفه كده، وهنبدا نسوي بظهر معلقه عندك صغيره او تجيبي علبه تستغني عنها وتضغطي بيها العلب، بحيث طبعا ما ينفعش تحطي ايدك على البسكوت تاني. ماشي. المهم زي ما انت شايفه كده ظبطت العلب، لازم تطلع مسويه قد بعضها عشان يطلع شكلها حلو والزواق بتاعك يطلع حلو قوي. ماشي. ادي الكريمه اهي بدأنا ان احنا نحطها، كان الجو بدأ يحرر معانا قوي من الاضاءه وكده، وبدأت ان انا احطها في العلب زي ما انت شايفه كده، وهتسيح معانا خلي بالك يعني. المهم يعني الحمد لله قضيت على خير يعني. المهم جبنا توبنج الفراوله كده. اعملي بقى الحشوات اللي انت حباها، توبنج فراوله، بسم الله الرحمن الرحيم، لوتس، زبده لوتس، عندك البروبيري، عندك حاجات كتيره يعني. ماشي. المهم ان احنا هنعملها مع بعض دلوقتي ديت اللوتس. ماشي. هتبقى حلوه قوي، بيخلي طعم التشيز كيك حلو قوي يا جماعه. تمام كده. وعندنا الكريم كراميل وحاجات كتيره كده. انت اللي الطعم اللي انت حباه اعمليه لاولادك، او اللي اولادك بيحبوه اعملوه لهم يعني. بيتهيألي ان كل الاطعمه بسم الله ما شاء الله، عايزه اقول لك ان ثمنها في المحلات لا يتعدى يعني بص ما يقلش عن 40 او 45 جنيه. لو هتعمليها في البيت مش هتكلفك التكلفه دي كلها خالص، هتحسي بفرق جامد جدا جدا جدا، والاولاد بيحبوه اكيد كلكم بتحبوه يعني. المهم بقى لو وصلت لحد هنا بقى اديني لايك واديني شير واعمليهم وقولي لي رايك ايه، رايك في التشيز كيك بتاعنا باشكاله باطعمته. واشوفكم على خير في الفيديو الجاي في الصنف الثالث ان شاء الله.